البنت الصغيرة حضنت رجل أعمال وسيم. الراجل استغرب جدا من تصرف البنت، لأن أمها كانت قايله لها إن أوسم راجل في المدينة هو أبوها. أول ما سمع كده الراجل فرح، بس فضل فاكر إن البنت خلطت بينه وبين حد تاني. بس هو ما قدرش يفلت من حضن البنت، فطلب من الحراس اللي وراه يساعدوه. لكن البنت كان عندها قوة خارقة، وبمجرد دفعة بسيطة وقعت الحراس كلهم على الأرض. علشان تخلي الراجل يقعد، البنت قالت إنها تعرف أنواع كتير من الخدع الغريبة. لكن الراجل ما صدقهاش خالص، راح يستعد يركب عربيته ويمشي. لكن البنت خدت بالها بسرعة إن في حاجة خطيرة تحت عربية الراجل الفخمة. حذرته بسرعة إن العربية خطر، لكن الراجل دخلها على طول. ولما شافت إنه ما صدقهاش، جريت ورفعت العربية، وبعدها هزتها جامد وحدفته منها قبل ما حد يلحق يستوعب اللي بيحصل. البنت عملت حركة غامضة وخليت العربية اللي بتساوي $1,000,000 تختفي. وقتها الراجل أدرك إن البنت فعلا عندها قدرات غير طبيعية. في اللحظة دي أخو الراجل من أبوه ظهر ومعاه حراس. البنت على طول فهمت إن الخصم ده لاعب في عربية أبوها الفخمة، فعلشان تفضفض عن غضب أبوها عملت حركة غريبة وقطعت هدومهم كلهم. الناس فرحوا جدا وهم شايفين الخصم مكسوف كده. الخصم بسرعة أمر حراس ويجيبوا له هدوم، لكن الحراس ما لقوش غير صندوق قمامة. ما كانش قدامه حل غير إنه يلبس صندوق القمامة ويجري هربان ومكسوف. الراجل ولما شاف قد إيه البنت دي كيوت قرر ياخدها معاه البيت، وطلب من مساعده يجيب له عربية فخمة تانية. لكن البنت فهمت كلام أبوها غلط، وبقوتها الكبيرة خبطت العربية فطارت بعيد. الراجل لما شاف البنت شقية كده خاف تبوظ عربية تانية، فما لقاش حل غير إنه ياخدها البيت على عجلة. لكن البنت شافت إن ركوب العجلة بطيء جدا. فجأة جات لها فكرة جامدة، عملت حركة مدهشة وعدلت العجلة، لكن بشكل غير متوقع العجلة بقت سريعة جدا. والمفاجأة الأكبر إنها طارت في السماء. ولما وصلوا البيت كانوا هما الاتنين مرهقين، لكن كان مستنيهم مشكلة أكبر، لأن البنت شافت على طول الضباب الأسود بتاع لعنة بينتشر حوالين الفيلا. وقبل ما تلحق تتصرف الراجل اللي بعته الخصم وصل،